الأخبار والرياضة مشاهدينا تأتيكم مباشرة من الشروق نيوز. أهلا بكم. بداية وفي خبر وفي اتصال حصري مع الشروق نيوز، فتح رئيس الفاف السابق محمد الروراوة فتح النار على رئيس الفاف الحالي خير الدين زتشي، مطالبا إياه بتحقيق ولو القليل من إنجازاته. أنا بعيد كل بعد على هذه الأمور. رئيس الاتحاد الجديد كبير وعنده إمكانيات أنه يتكلم مع رئيس الرابطة، ورئيس الرابطة محترف وإطار كبير يعرف مصلحته، وماشي أنا اللي راح ندخل ما بين الناس في هذه الأمور. اللي يقول هذا الكلام كله كذب وما يحبوا غير يسووا الفتنة ما بين الناس. أنا بالنسبة لي رئيس الاتحاد لما يقول لقى وضعية كارثية، خليت له 750 مليار، خليت له أكثر من مليون دولار، خليت له عمارة جديدة مقر، خليت له في سيدي موسى اللي تبنى بفضل الدولة ورئيس الجمهورية وإحنا وصلنا التنمية تبعه، خليت له تنظيم، خليت له كل ما هو ممكن. كان يقول انه هناك ما فيش ناس على مستوى المؤسسات القاريه والدوليه، هذا لانه ما يعرفش يحسب العدد تاع الناس اللي موجوده في مختلف اللجان اللي موجوده سواء في الكاف او مستوى الاتحاد العربي. والان الجماعه اللي موجودين في مصر للبطوله العربيه كلهم موجودين من زمان في اللجان المعاونه للاتحاد العربي. فان شاء الله هي يسكت علينا ويلتهب شغله ويبين لنا واش يقدر يسوي، ويدينا مرتين كاس العالم، ويدينا كل سنتين الكاس العالم، ويكسب كاس افريقيا ويقول نكسب كاس افريقيا. ان شاء الله يكسبوا، مش ليه هو ولكن للفريق وللجزائر ان شاء الله. ونتمنى النجاح لكل واحد، ونتمنى انه هذه الامور تنتهي والناس تشتغل. هذا مثل هذه الامور لما نسمع تغيير في اللوائح لأندية الهواة، يعني ولا حد عنده حق يغير القانون البطولات، لانه تبدت جمعيه عامه من مده في اجتماعها في عنابه. تغييرها لازم يتم عن طريق الجمعيه العموميه، وقرارات المحكمه الرياضيه مثل ما طلع في خصوص بعض الانديه والرابطات لابد ان يطبق، لانه هذا القانون قانون الرياضه واللوائح تبع الفيفا واللوائح تبع الاتحاد الجزائري ينصوا على احترام وتطبيق تطبيق قرارات المحكمه الرياضيه. ولذلك من الاحسن انه كل واحد يلتهب بشغله ويلتهب بتسيير الكره في ظروف هادئه، ويلتهب بالفريق الوطني في ظروف هادئه، ويبعد على هذه المشاكل كلها، لانه احنا رانا بعيدين على هذا. ونتمنى احنا كل النجاح للكره الجزائريه، موجودين ولا غير موجودين ان شاء الله. هذا ونفى محمد الروراوة الاتهامات التي طالته بخصوص تمنيته بتأهل النادي الأهلي على حساب نصر حسين داهي. أو ستتابعون هذا التصريح بعد قليل. هذا وأكد أو كشف الروراوة أنه ليس بإمكان أي شخص توقيف مشروع فندق الفاف ما عدا الجمعية العامة. لا، ما يمكن لأي واحد يلغي المشروع هذا، ولا رئيس الفاف ولا المكتب الفيدرالي. هذا قرار من الجمعية العامة، واعتمدت ميزانيته واعتمدت إنشاء شركة لتسييره، ودارت دراسة ممولة من طرف الاتحاد الدولي بالمليون دولار، وقررت الجمعية العامة إنشاء شركة ورأس مالها 100 مليار من سنتيمات تبع الجزائرية. ولا واحد عنده حق يلغيه إلا الجمعية العمومية في اجتماع آخر، والميزانيه اعتمدت من طرف الجمعيه العموميه، ولا واحد يقدر يغيرها بدون قرار ثاني من الجمعيه العموميه. فاللي يحب يغير اي حاجه يستدعي جمعيه عموميه ولا ينتظر الجمعيه العموميه العاديه لتقديم تغيير هذه القرارات. وبيني وبينك هذا المشروع كان، وكنا تحدثنا مع الجهات المعنيه في الدوله، وعاونتنا الحكومه على راسها وزاره الشبيبه والرياضه مشكوره لتغيير القانون، لانه في البدايه القانون تاع الجمعيات ما يسمحش للجمعيات انه يتاجروا ويديروا فوائد. فغيرنا القانون في قانون الماليه تاع 2016، والوزير الاول مضى مرسوم
للتطبيق، وكل هذه الاجراءات اتخذت من اجل بناء هذا الفندق، لانه هو دراسته الماليه اللي سواها نائب الرئيس الفاف اللي كان موجود ذاك السيد درجاف اللي هو اليوم عرض في المكتب، وهو اللي دار الدراسه الماليه، هو اللي كان يشرف على الاجراءات، ولحد الساعه انا سمعت انه كنا اخترنا شركه البناء لحد الساعه ولا شركه اختار المصداقيه تاعنا تجاه هذه المؤسسه. عودة إلى تصريحات رئيس الفاف السابق محمد راوراوا الذي نفى لشروق نيوز الاتهامات التي طالته بخصوص تمنياته بتأهل النادي الأهلي على حساب نادي النصر حسين داي. كان هذا التصريح واكد ذلك الصحافي والقناه اللي التقط في التصريح امس مباشره على احد القنوات الجزائريه، انه التقط هذا التصريح بعد يوم واحد من الجوله الاولى للبطوله، يعني قبل ما يلعب النهد المباراه الثانيه تبع الفيصلي. وهذا طبعا كان سؤال لي كرئيس اللجنه المنظمه للبطوله، وسألني عن الأندية المصرية بعدما كان نادي الزمالك تعادل وقلص حظوظه للوصول إلى المربع. فقلت له هذا الكلام، الزمالك في صعوبة، نتمنى أن الأهلي يواصل لأنه هذه فائدة البطولة. نعم. بينما كان النادي الحسن دي لسه ما لعبش المباراة الثانية تبعه مع الفيصلي، لو كسب المباراة تبع الفيصلي كان يتأهل وكنا نفرح كلنا. نعم. دليل هذا الجماعة اللي يتكلموا عن الموضوع كلهم عندهم حسابات يصفوها. هذا واحد بعض المرات نصعب باش نذكر اسمه، هذا زين حاجه هكذا، يتكلم على امور ما عنده حتى درس يعطيني اي واحد فيهم في الوطنيه، لانه الوطنيه انا نعرفها احسن منهم، ومصالح الانديه الجزائريه والفرق الوطنيه الاحسن تطلبوا رئيس حسن داي والرئيس الوفد الحاج الحلو والزميلي والسي الحلو، يقولوا لكم هما شخصيا واش باي طريقه عاونتهم في امور كانوا ما يقدروش يحلوها وحدهم، مثل التاشيرات في اخر لحظه. انا دخلت لاعبين في اخر لحظه بدون تاشيره، دخلت لاعبين في القائمه تاعهم بعد ما كان انتهت فتره تاع التسجيل، سهلتهم امورهم في اقامه تبعهم في القاهره الى اخره. كان امور ما لازمش نذكرها. فمن الاحسن تطلبوا لرئيس النادي ولا رئيس الوفد. بينما كاين واحد المسير قديم معاهم في القاهره، طبعا اغتنم هذه الفرصه. لماذا يقطع فيها؟ لانه انا حكمت هذا زمان يرشي في الحكام، وقدمت شكوى العداله ضده، هو باقي قيد التحقيق الملف تبعه في العداله، ولذلك صارت له فرصه باش ممكن يقطع فيها. ولكن انا ولا هو ولا هذا زين ما نعرف ايش ما يغير ولا شعرا من راسي، لانه انا احسن منهم في الوطنيه، وانا نعرف الوطنيه احسن منهم. وطبعا الناس كلها تعرف التاريخ ايش انا سويت مع حتى في هذا البلد وبلدان اخرى. واضح جدا سيد محمد راوراوا. للاسف الناس تحب تصفي حسابات عن طريق هذا. انا بعيد كل بعد على هذا الناس. إلى موضوع آخر، وفي أخبار الخضر، انطلق لحد معسكر المنتخب الوطني للمحليين بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بالسيدي موسى استعدادا للمواجهة المزدوجة ضد منتخب ليبيا لحساب تصفية البطولة الإفريقية لشان 2018 المقررة بدولة كينيا. هذا وحضر 26 لاعبا من بين 26
استدعاهم الناخب الوطني لوكاس الكراز للالتحاق بهذا التربص الذي سيدوم لغاية 8 أوت القادم، وستسافر بعدها العناصر الوطنية إلى قسنطينة يوم 9 أوت من أجل خوض مباراة الذهاب أمام المنتخب الليبي المقررة يوم 12 أوت بملعب الشهيد حملاوي، على أن يعود المحليون في اليوم الموالي لاستكمال تربص سيدي موسى قبل شد الرحال يوم 16 أوت إلى صفاقس التونسية لمواجهة المنتخب الليبي في مباراة العودة. إلى موضوع آخر، ينشط الناخب الوطني لوكاس الكراز ندوة صحفية هذا الخميس بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، سيجيب فيها على أسئلة الإعلاميين حول تحضيرات المنتخب الوطني للمحليين، والتي استهلها رفقاء الحارس رحماني الأحد استعدادا للمباراة المزدوجة أمام ليبيا ضمن تصفيات شان 2018 بكينيا. كما ستكون الفرصة مواتية للصحفيين للاستفسار حول جديد المنتخب الأول الذي ينتظره موعد مهم 12 سبتمبر القادم عندما يواجه الخضر منتخب زامبيا ضمن تصفية مونديال روسيا. هذا وستسبق ندوة التقنية الإسباني منطقة مختلطة للاعبين برمجها الطاقم الفني الوطني صباحة الأربعاء، حيث سيكون بعض اللاعبين في متناول رجال الإعلام للإجابة على أسئلتهم. بهذا مشاهدينا أصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. أشكركم دائما على طيب الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.